الواحد الراضي، إرث الحسن الثاني ما زال على كاهل محمد السادس؟ نقطة استفهام. شوف لا، أنا كنت في المعارضة 40 سنة، وعارضت الحكومات من 1960 حتى الحكومة ديال السي عبد الرحمن ديال التناوب، وقلت رأيي ورأي الحزب ديالي في الشؤون ديال المغرب. ولكن اليوم أنا ما مستعد شيء في واحد القناة دولية اللي كتصوب في العالم بأسره نجي هنا ندير المحاكمة لبلادي. محاكمة كنديرها أنا داخل ودرتها، ولكني مع مواطنين ديالي، مع أحزاب أخرى، مع الوزراء، مع الحكومة. ولكن ما مستعدش أنا باش نهضر هاد الهضرة. سلموا مني لا بغى يخطب في هذا الاتجاه، الله يعاوننا، أنا غادي نمشي في حالي. هناك سؤال أخير أريد أن أطرحه عليك السيد عبد الواحد الراضي، بما أنك اتحادي واشتراكي، لا أدري إن كنت ما زلت تسمعني سيد عبد الواحد الراضي. مع الأسف فضل ضيفنا عبد الواحد الراضي النائب البرلماني ووزير العدل الأسبق عدم مواصلة المشاركة في هذه الفقرة النقاشية. نحن نرى على الكاميرا السيد الراضي وهو ربما ينسحب من الاستوديو. أعتذر لمشاهدينا على هذا الانسحاب من قبل ضيفنا الكريم، ونشكره على كل حال على هذه المداخلة معنا، ونقول له بأننا نقيم مشاركته في كل الأحوال.